ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنية والنهاردة هعمل معاكم ملفيه الكنافة، اختراع لذيذ لذيذة مش طبيعية بجد يا جماعة، من الوصفات اللي هتنبهروا بيها. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو واشتراك في قناة اليوتيوب، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة لتحضير الكريمة هنحتاج 4 معالق كبار دقيق، هنحط عليهم 5 معالق كبار سكر و2 بيضة وكيس فانيليا، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنضيف عليهم نص لتر لبن، ونقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا على البارد لحد ما الدقيق يدوب تماما في اللبن. وبعد كده بنرفعهم على النار على درجة حرارة بين المتوسطة والهادية، ونفضل نقلب فيهم طول ما هم على النار لحد اما القوام يتقل معانا ويوصل للشكل الكريمي اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بقى برفعه من على النار وبنضيف مكعبين زبدة او معلقة كبيرة سمنة بلدي. انا بفضل السمنة، بتديني طعم حلو قوي وبتعلي معايا التست بتاع الكريمة. وبنقلبهم مع بعض لحد اما السمنة او الزبدة اللي حاطينها تدوب. سخونية الكريمة هتدوبها بسرعة. وبعد كده بغطي الكريمة دي بكيس بلاستيك يبقى ملامس الكريمة، ومهم ان الكيس يبقى لامس الكريمة علشان ما تعملش طبقة على الوش ناشفة وتكتل منكم بعد كده. هنسيبها بقى على جنب ونروح نحضر الكنافة. عندي نص كيلو كنافة مجمدة، بطلعها من الفريزر وهي مجمدة بالشكل ده كده، بكسرها بايدي لحد اما تبقى شبه البودرة كده، او بحطها في الكبة تتفرم ناعم خالص. بعد كده بنضيف نص كوباية سمنة سايحة، ويفضل تبقى سمنة بلدي. الحلويات بتعتمد بشكل كبير قوي في طعمها على نوع السمنة المستخدم فيها. بنضيف كمان كوباية الا ربع سكر بودرة، وتقدروا تزودوا الكمية شوية عن كده لو انتم بتحبوا الحاجة مسكرة شوية، بس بلاش تزودوها زيادة عن اللزوم عشان احنا لسه هنحط سكر تاني. بعد كده بنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد اما السكر بيختفي وكل حبيبات الكنافة تتغلف كويس قوي بالسمنة. وبعد كده بنحمر الكنافة اما على النار من فوق، بنوطي النار ونحط عليها صينية الكنافة ونفضل نقلب فيها كده طول ما احنا واقفين لحد ما تاخد لون ذهبي حلو، او بندخلها الفرن تحت الشواية. مش بنولع الفرن، بنولع الشواية بس، وبنفضل بقى واقفين قدامها كل دقيقة كده او اقل كمان من دقيقة. بنفتح عليها بنلاقيها كده خدت لون من على الوش زي ما انتم كده شايفين. بنقلبها ونروح مدخلينها تاني، ونفضل بقى نكرر الخطوة دي. يعني ما تمشوش من قدامها عشان ما تتلسعش منكم، افضلوا واقفين قدامها، هي مش تاخد وقت خالص. كل ما تاخد لون من على الوش بتقلبوها وتدخلوها تاني لحد اما الكنافة كلها تتحمر وتوصل للشكل الحلو اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بنجيب البايركس او الطبق او الصينية ايا كان اللي هنقدم فيه، وبنحط فيه نص كمية الكنافة، وبنحط في النص الكريمة زي ما انتم شايفين كده. بس اتعاملوا معاها بالراحة وانتم بتفردوها علشان ما تشيلش الكنافة اللي تحتها والدنيا تبوظ منكم. وبنضف بقى اي زوايد كده في الجناب علشان الشكل في الاخر يطلع معانا منظم كده وشكله لطيف. وبعد كده بنحط باقي كمية الكنافة اللي عندنا. شايفين بقى الطبقات عاملة ازاي؟ خطيرة. على الوش بقى هنرش شوية سكر بودرة، هنحط السكر في مصفى زي ما انتم شايفين كده، وهنغطي الوش كله بطبقة خفيفة من السكر البودرة علشان تبقى شبه الملفيه بالظبط. وعشان كده قلتلكم ما تحطوش سكر زيادة عن اللزوم في الاول. وطبعا بننضف كل السكر اللي على اطراف البايركس ده علشان الشكل وعلشان ما نبهدلش الدنيا. وعشان اكسر اللون الابيض ده رشيت شوية فستق كده، تقدروا تستغنوا عنه او تبدلوه باي نوع من انواع المكسرات اللي انتم بتحبوها. في النهاية التقديم والتزيين ده بيرجع لذوقكم تماما، وده بيكون شكلها. وطبعا مش محتاجة اتكلم عنه، بس مش شكلها لوحده اللي حلو، كمان طعمها يا جماعة خطير. الكنافة الكريسبي مع الكريمة بطعمها وقوامها الحلو عاملين ميكس رهيب، لازم تجربوها يا جماعة. بفكركم تاني اعملولي لايك وفولو واشتراك في قناة اليوتيوب، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.